السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. مرحبا بكم معايا ان شاء الله. اليوم الوصفة غادية تعجبكم بزاف، وصفة تقليدية مغربية بامتياز وقديمة، وغادي نتفكروها اليوم مع بعضياتنا وغنشوفوا السهولة ديالها ان ممكن نديروها في الدار. ما كتبان لينا صعيبة وخصها من الوقت وخصها فينا تقاد وفينا يتحمص الزرع، وهذا كلشي ساهل، كلشي غنصايبوه في الدار وغادي نحصلوا على زميطه معشبه على حقها وطريقها اللي ممكن نصايبوا بها سلو وممكن ناكلوها بحال في وقت البرد، تجي غزاله في الفطور بزيت العود اولا بالزبده، ماشي بالطريقه ديال السلو، كتكل هي بطريقه واحده اخرى وممكن ناخذوها ونصيبوا بها سلو. انا اليوم غادي نصايبها معكم وغادي نصايب معكم الطريقه اللي كتعجبني من غير انني نديرها في السلو. كاين واحد الطريقه تعجبني ناكلها بها في الفطور، غادي نشاركها معكم. كيف كتشوفوا فيها الزريرات مشبه لحقها وطريقها. خليكم معايا نتفكروها اليوم وتاخذوا، ممكن تاخذوا تبان لكم ساهله، تاخذوا الطريقه ديالي تبان لكم ساهله وتزعموا عليها تبقاو ديروها لان ما بقاتش كدار، قليل اللي كيديرها. هنا عندي اول حاجه عندي القمح كيف كتشوفوا، غسلته ونشفته بحال اللي كنغسلوا الزنجلان وكنشفوه. عندي 5 كيلو ديال القمح، غسلتها نشفتها وغادي نقليها. ممكن نقليها في الدار وممكن ديال القله يقليها وممكن ديال الفران ديال الحومه يقليها، يعني القليان ساهل، هي في الدار تاخذ لنا شويه د الوقت تبغي غير الخاطر. ممكن نديوها للقلاي ونتهناو، كنعطيوها ليه كنجيبوها مقليه ولا الفران ديال الحومه اللي كان قريب لينا. انا غادي نقليها في الدار باش نبين لكم السهوله ديالها. انا هنا خديت مقله كبيره، انا عندي هذه المقله كبيره كندير تقريبا 2 كيلو في كل مره. صافي كنبقى نحرك فيها بواحد المغرفه ديال الخشب حتى كتسقلا، حتى كتاخذ داك اللون. القمح كياخذ لي داك اللون ديال مارو ديال الزميطه ملي كتكون مغلوقه اولا سلو ملي كتكون لونها مغلوق ومحمص كيجي لذيذ. ماشي تخليو اللون غير ولي ذهبي وتقولوا صافي طاب، لا راه كيجي في المذاق ناقص وحتى في اللون ما كيجيش. القمح نشدوه نقليوه حتى ياخذ داك اللون مارو بني مفتوح. كيف كتشوفوا معايا انا راه ولا كيولي كله، ما نبقى نحرك فيه تيولي كله واخد داك اللون بني مفتوح. عاد باش غادي نحيدو من فوق النار. انا هنا كله قليتو، ها واخده لي اللون البني مفتوح. عندي هنايا الزرع مقلي، عندي واحد نقرب لكم باش تشوفوا اللون كيفاش راه تيبان بحال محروق، ولا هو راه ما محروقش. قد ما قليناه قد ما كيجي لذيذ. هنا على ما نحرقوش عاوتاني. هنا عندي الملحه ديال الملحه الحيه، عندي معلقه صغيره عامره ديال الطريفات ديال الملحه الحيه، كتحافظ لينا عليها ما كتخسرش تبقى وكان حتى يجي توازن في الذوق، يعني الملحه ضروريه. هنا عندي نص كيلو ديال الشعير مفسوخ، كناخذوه من على برا من الهري، كيكون منقي، كان هو قليسو بحال القمح، غير هو حيت لونو تيكون شويه بحال قري، جا مختلف اللون مقليس هو مزيان. عندي هنا هاد الزريعه ديال القرعه منقيه والزريعه ديال عباد الشمس منقيين حتى هما مقليين. عندي هنايا نص كيلو ديال الصوجه، حتى هو هذا ما قليتوش، دخلته الفران بحيث غليظه واحد شويه باش تاخذ ليا اللون حتى من الداخل طيب مزيان. دخلتها الفران على نار مهيله وبقيت كنحركها بحال اللي ملي نبقاو نحمصوا اللوز حتى خدات اللون الذهبي صافي وخرجتها. غادي نخلط دابا هادشي كله. انا خلطت هنايا كاع دوك الزرار اللي عندي مع القمح. هنا اللون ولا تيبان ديال القمح في شكل اخر غير بالاضاءه، ما هو راه لونه مارو تيشهي. خلطت الزرارة اللي عندي، دوك الزرارة اللي عندي كلهم، الملحه، واحد 2 معالق ديال الزعتر، 2 معالق كبار عامرين ديال الزعتر، خديت غير الوريقات ما نديروش العود حتى هو غادي نديرو معاه باش كتجي الزميطه ديالنا منكهه كتجي زوينه بزاف. وغادي نديه نطحنو على برا، كنصايبوه حيت عندي كميه كبيره ضروري نطحنوها على برا. شوفوا معايا نخلط فيه كثير، فيه زعما كثرت فيه دوك الزرار والشعير وداكشي باش يجي المذاق ديالو زوين. غادي نديه نطحنو وغادي نرجع عاد نوري لكم الطريقه اللي كتعجبني انا، نشارك معكم الطريقه اللي كتعجبني انا ناكل بها هاد السميطه. وانا هنا كنصاوبها قبل رمضان، درت منها حتى سلو، هاد السميطه درت منها حتى سلو، هذه صايبتها قبل رمضان وما حطيتش الفيديو، ما بقات لرمضان وكنت مشغوله ما حطيتوش. هنايا غربلتها، كنجيبوها كنغربلوها مزيان، كنغربلوها ونعاودوها بشي غربله رقيق، ما نخليوهاش حرشه فتجينا في الماكله ما زويناش. صافي ها هي مغربله. غادي نصايب معكم الطريقه اللي كتعجبني، هي كاين 2 ديال الطرق انايا تنديرهم ولكن هذه كتعجبني بزاف. كاينه الطريقه اللي غادي ندير معكم كنديروا بحال دابا هنايا كاس ديال الماء مثلا ديال العنبه، درتو فواحد الكاسرونه صغيره وغادي ندير معاه
النص ديالو يا اما زيت يا اما زبده، وغندير السكر على حسب اللي بغيت انايا، بغيتها حلوه ولا بغيتها ناقصه في السكر. المهم الزيت دائما كنديروا النص ديال الماء كنديروه زيت ولا زبده. هاد الطريقه هذه ممكن نديروا الماده الدهنيه زيت ولا زبده اللي بغينا مع السكر. كيطلع الماء كيطلع فيه الغليه كنديروا فيه الزيت والسكر، كنحركوا واحد شويه يذوب لينا السكر وطلع الغليه مزيان صافي، وكنطفيو عليها. كنطفيو النار وكنخليو هاد الكاسرونه حتى تنزل الحراره حتى تولي غير دافيه، عاد باش نزيدو عليها الزميطه. ما نديروش الزميطه والماء طايب. انا كنحرك هيدوب ليا السكر وغادي ننزلها من النار. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كناخذوا الزميطه كنخلطوها بزيت العود وشويه ديال القرفه والسكر بودره، سكر كلاصي مع الزميطه مع شويه ديال القرفه، وكنخلطوهم بزيت العود وكنخليهم ناشفين، ماشي كنخلطوهم حتى كنفزقوهم بالزيت، لا كنجمعوهم كنخليهم ناشفين. هاد الطريقه هذه اللي كنخلطوا بزيت العود يمكن تبقى لنا حتى سيمانه ونبقاو ناكلوا منها. اما هذه ديال اللي فيها الماء خصها تكال في نهارها، فاش نبغيوها كنخلطوها نفطروا بها. ولا انا في الغالب كتعجبني في البرد، في الفطور كتجي زوينه سخونه، كتكون دافيه واحد شويه مع زيت العود مع كاس ديال القهوه ولا كاس ديال الاتاي، كتجي غزاله. انا خليتها حتى بردات بقات غير دافيه، عاد بديت كندير فيها الزميطه. بغينا نخليوها شويه، كل كيبغي ياكلها شويه مطلوقه اولا ناشفه، على حسب الرغبه كل واحد كيف كيبغي ياكلها. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. هاد الوصفه شحال ما بقاوش الناس كيديروها، حيت هي شحال هادي وكيبان صعيبه، ولكن راه شوفوا المراحل راه ما صعيباش كاع بالمره. الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم اللي فيها كتقبط الوقت الا صايبناها في الدار هي فاش كنحمصوا الزرع داك القمح. اما لا ديناه على برا ما كنحسوا كاع درنا والو. لا حمصناه عند القلاي. انا حمصته في الدار شويه، قبط لي شويه ديال الوقت. ها هي خلطها بهاد الطريقه هذه سناكلو، ولا بغينا عاوتاني نعاودو ناكلوها لغدا نخلطو وحده جديده ما كتبقاش هذه تبات. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم وتجربوا الطريقه، راه سهله بزاف. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.